القانون. نعم. أبقى معي أستاذ زعابي، أعود إلى أستاذ حسن الدقي الأمين العام لحزب الأمة الإماراتي. أستاذ حسن، الشهر الماضي عادت مرة أخرى حملة الاعتقالات، حملة المحاكمات السياسية. كيف ينظر حزب الأمة الإماراتي لهذه المحاكمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر قناة العصر على هذه الاستضافة، وفي هذا اليوم المميز التاريخي بالنسبة للإمارات. وكان الأمل الحقيقة بعد 42 سنة أن تكون الإمارات يعني قد وصلت إلى مستوى كما تفضلت من محاكاة المعايير الدولية. يعني نحن نعلم أن النظام العربي يعني بأشماله وهو مرتبط بنيويا، واضح أنه في مرحلة من يعني التزلزل والانهيار، ولا يفرق يعني الأمر سواء كان في الإمارات أو في السعودية أو في ليبيا، لأنه نظام متصل. والدلائل واضحة، جزر الإمارات يعني في وضع منتهي، لا أمل باسترجاعها. بغداد تحت السيطرة الإيرانية الكاملة، دمشق أهلها ينحرون يوميا. لكن كان بودنا على الأقل أنه مع ادعاء يعني التنمية والوصول إلى معايير للتنمية أن يكون هناك المعايير التي تسند هذه التنمية، يعني حق التجمع، حق التعبير، حق العمل السياسي، حق التقاضي إلى يعني الوقوف أمام قضاء نزيه لا يسيطر عليه ولا يهيمن عليه. لكن للأسف يعني وصلنا الآن 42 سنة ونحن بعيدين كل البعد أن يجد المواطن حقه، وإلى درجة يعني أنه حتى الإعلام، يعني الإعلام يستخدم بأسلوب قمعي. يعني المفترض أنه مع التنمية الموجودة في دبي وأعلى برج في العالم أن يكون للناس قدرة على أنهم يعني يتواصلوا، أن يعني أن يفهموا الموضوع، أن يصلوا إلى حق الوصول للمعلومات. هذا اليوم من أبسط الحقوق الموجودة في العالم، من يستطيع أن يحول. يعني المحاكم التي جرت لدعاة الإصلاح يعني تحت الستار الأمني الكثيف جدا، ومنع وصول أي معلومة إلى الناس. فهذا الوضع الذي نحن فيه بلا شك أنه وضع يعني سيء، ويتوقع أنه يزداد إذا استمرت الأمور بنفس